بص، مبدئيا لو عندك تعفن دماغي او ما عندكش وقت عامة وعايز تسمع الفيديو ده في وقت تاني او حاجة، فاقفل الفيديو من دلوقتي. لان انا هنا حابب اطرح فكرة او حابب اقول لكم على حاجة خطرت في راسي، حاجة اكتشفتها، حابب ان اتكلم عن حاجة في خاطري من الاخر. فلو عندك وقت وحابب تسمع وحابب تتناقش معي، تبقى شخص فعلا عاقل، تكتب لي في الكومنتات وكده ونتناقش سوا. يعني لو عندك فكرة مختلفة عن كده فماشي، لو لا او حابب اشغلك صابوي جنبك على الشاشه فاروح اقلب في التيك توك احسن. في اوقات كتير من حياتي، في الشغل وفي المدرسه مع عيلتي مع ناس كتيره، يعني كنت مثلا اعمل حاجه معينه والاقي رد فعل غريب، رد فعل انا مش فاهم هو ليه اخدوا الطريقه دي. يعني مثلا ممكن اعمل غلطه بسيطه تمام في شغلي مثلا، فلو فلاقي مديري قاعد بيزعق وكذا، وهو مش مضطر لكده. يعني مفيش مثلا مدير اعلى منه، هو ما بيعملش كده لدفع الفلوس او لدفع الشغل، هو بيعمل كده تلقائيا، تحس ان دي شخصيته. كذلك مثلا ممكن مع اهلي او في المدرسة. من الاخر يعني كان احس ان ردات فعلهم غريبة او تصرفاتهم، لو انا مكانهم مش هعمل كده، فليه هم بيعملوا كده معايا؟ عارفين، كنت دايما احس ان انا مظلوم في الفعل ده، او ليه بتعملوا كده؟ عارفين السؤال ده لما تبدأ تسأله، هو ليه تصرف معي بالشكل ده؟ أنا لو مكانه ما كنتش هعمل كده. أي شخص في الحياة كان دايما تفسيري لفعلهم ده إن الشخص ده مؤذي، أو إن الشخص ده بيتعمد يعمل كده معايا أنا بس عشان هو شايف مصلحة معينة معايا أو حاجة، هو بيتعمد يأذيني لسبب ما. بس أكيد هو ما بيتعاملش كده مع كل الناس، لكن في الحقيقة هو بيتعامل كده فعلا مع كل الناس. يعني دي طريقته وأسلوبه، فانت بتحس ان طريقته واسلوبه غريبة وغبية يعني. طيب هنا خلينا نتوقف شوية واطرح عليك سؤال: ليه انت مفكر ان من المفترض الناس تتعامل زي ما انت بتتعامل؟ ليه مفكر ان الناس كلها المفترض تكون شبهك، حتى ولو انت شايف ان انت احسن نسخة من نفسك واحسن شخص في العالم؟ ليه مفكر ان الناس المفترض تتصرف زيك؟ يعني اذا انت طيب، فليه مفكر ان كل الناس طيبة زيك فالمفروض يعاملوك زي ما انت بتعاملهم؟ شخصيتك انت اخترتها لنفسك، لكن ليه بتتوقع من الناس رد فعل شبهك، او رد فعل نفس تفكيرك، رد فعل شبه اللي انت توقعته؟ انت شفت شخص اتعرض لحادثة او اتعرض لحاجة وحشة وانت رحت على طول عشان تساعده، بس بصيت حواليك لقيت ان في ناس كتيرة اكبر منك واصغر منك مفيش اي واحد فيهم بيساعد في الحادثة دي. ليه انت توقعت ان هم المفروض يجي يساعدوا؟ ليه انت وانت رايح افتكرت ان هم كلهم جايين معاك؟ اللي انت لازم تكون فاهمه انه انت لو بصيت على حياة كل شخص هتلاقي ان كل شخص في الحياة دي عنده مشاكله الخاصة، عنده الماضي اللي هو مر بيه، وعنده اسلوبه في التفكير، عنده الاشياء اللي في حياته اللي قومت تفكيره اللي خلت شخصيته بالشكل ده. وانت مختلف عنه، انت كمان عندك ماضيك الخاص وعندك افكارك الخاصة. يعني انت اللي كون تفكيرك واللي خلاك وصلت للمرحلة دي انك انت محظوظ فقط، مش ان انت ذكي زي ما انت متوقع. يعني انت دلوقتي اتولدت، من حظك الحلو انه ممكن تكون عيلتك مثقفة او ناس فهمتك كتير عن الحياة. ممكن الشخص ده اللي انت متوقع منه نفس رد الفعل ما كانش عنده عيلة اصلا، او كان عنده عيلة مختلفة. انت ممكن مريت بنوع معين من الدراسة، هو لا. انت ممكن قبل كده ساعدت ناس كتير وتلقيت رد ايجابي، ممكن هو جاي يساعد حد وترد له ده باسلوب وحش. انت ممكن يكون عندك اصحاب مثقفين وقريت كتير وشفت فيديوهات كتيرة للناس مثقفة والناس بتفهم، فعلشان كده تكون عندك تفكير مختلف عن العالم. لكن الشخص التاني كان محيطه كله وحش، وكان محيطه كله بيزوده بافكار كلها سم وكلها تفكير وحش جدا، او ممكن يكون اتلقى كل تفكيره من الغرب او ايا يكن. هو عنده شبكة معينة من التفكير تلقاها من اللي حواليه، من طفولته، من محيطه، من الاشياء اللي هو بيستقبل منها معلومات. انت بقى استقبلت معلومات من اماكن مختلفة تماما، فما تظنش منه ان هو هيعمل نفس التصرف اللي انت متوقعه منه. فلو انت بصيت للعالم بالشكل ده هتبدأ تشوف انه مش من المفترض على اهلك يعاملوك بنفس الشكل اللي انت عايزه، بنفس الشكل اللي انت شايف انه من المفترض الاهل يعاملوا الابن بالشكل ده، لان دي نظرتك انت. لكن هم عندهم نظرة معينة، هم شايفين انهم لو عاملوك بشكل مختلف بطريقتهم هم، انت هتصبح افضل نسخة هم شايفينها. كذلك مديرك شايف حاجة مختلفة، ممكن ما يكونش غرضه ان هو يأذيك على فكرة، ممكن يكون غرض مديرك انه هو شايف ان دي الطريقة الوحيدة انه يوصلك فيها لأحسن نسخة هو شايفها. كذلك في المدرسة، وكذلك مع اصحابك، وكذلك مع كل الناس. فكل شخص انت بتبقى شايفه غريب او بيتصرف تصرفات متخلفة حواليك في المجتمع، تبقى ماشي في الشارع فتقول هو ليه ده لابس كده،
وليه ده بيتصرف كده، ليه ده بيهزر بالشكل ده، ليه ده ده يتكلم مع ده بالشكل ده، ليه دول بيعملوا كده. فاهم؟ زي كل التصرفات الغريبة دي هم عندهم مبررات. شفت المقولة اللي بتقول ان انت مش من المفترض عليك ان انت تنتقد حاجة الشخص ده شايفها انها حاجة حلوة حتى ولو حاجة بسيطة. How can you call someone's outfit ugly if they think it's cool? How can you make fun of someone's music taste if it's enjoyed by millions? How can you judge someone's hobbies, their passions, the things that make them happy, just because they're not what you would choose? Your preferences aren't universal truths. They're just opinions shaped by your own experiences and biases. What you find cringe, someone else finds joy in. What you think is weird, someone else thinks is fascinating. And tearing people down for liking different things doesn't make you superior. It just makes you someone who mistakes their taste for a personality. Let people enjoy things, even if you don't get it, because life's too short to waste energy judging harmless happiness. هي الشخص ده عنده معتقدات خاصة بيه وعنده عالمه الخاص، لكن انت لما بتبص بالمنظور ده بتبقى شايف العالم كله من عينيك انت بس، من منظورك انت بس. لو بصيت لكل العالم بالشكل ده صدقني حياتك بالكامل هتتغير. هتحس ان كل التصرفات الغريبة اللي انت كنت بتستقبلها من الناس بقت طبيعية. النقطة رقم 2 وهي منظورهم هم ليك. ليه دايما انت بتبص للعالم بمنظورك؟ يعني ليه ما بتبصش للعالم ازاي الناس بصلي انا، هم ازاي شايفيني؟ يعني على سبيل المثال ليه انت لما بتبص لمديرك بتبص له دايما بمنظور الموظف؟ يعني انا كموظف ايه المفروض اعمل عشان اترقى؟ المدير بيقول اني انا المفروض اشتغل احسن، فانا ما بصيتش ازاي المدير بعينيه شايف العالم، بل بصيت بمنظوري انا. فانا المفروض عليا ان انا اشتغل اكتر واتعب اكتر وانجح اكتر وبالتالي هترقى. بس انا كل ما بتعب وبنجح وهكذا الناس التانية اللي بتترقى مش انا، وانا مش فاهم ليه. ده ببساطة لأني أنا بصيت للعالم بمنظوري أنا. لكن مديري كان ممكن منظوره مختلف عن كده. ممكن اللي عايزه مديري إن أنا أقول عنه هو كلام حلو فيترقى هو مع مديره هو الأعلى منه، فلما بيشوف إن في حد تاني بيطبل له هو بيعليه. أو ممكن مديري عنده وجهة نظر مختلفة خالص، هو شايف إن أنا كل ما أنجح وكل ما أكون متفوق زيادة أنا ممكن في يوم من الأيام أخد مكانه، فهو مش عايزني أنجح ومش عايزني أكون بصورة كويسة عشان ما احلش مكانه في يوم من الايام. فعشان كده كل ما بتكون اذكى وكل ما بتشوف العالم بمنظور الناس مش بمنظورك انت. هو انت عايز ايه بالظبط؟ سيبك من اللي هو بيقوله. ممكن هو بيقولك اشتغل احسن، ممكن ابوك بيقولك كون كذا، ممكن الناس اللي حواليك بتقول كلام لكن هم داخليا ايه عايزين فعلا منك؟ اللي هم فعلا بيتمنوا ان انت تعمل. لو انت بصيت للعالم بالمنظور ده الناس دايما ايه عايزة، مش هتلوم حد تاني وهتفهم الناس بتعمل ايه. ساعتها هتشوف ان اوكي الشخص اللي انا بحبه ده انا بحبه من منظوري انا بحب مثلا ان هي جميلة او بحب شخصيتها او فاذا ده منظوري انا. لكن هنا في سؤال ناقص، هي ليه بتحبني انا؟ ايه اللي هي شايفاه حلو فيا؟ سيبك من اللي هي بتقوله ان هي بتحبك عشان شخصيتك او عشان شكلك او عشان فلوسك. ممكن هي ليها وجهة نظر تانية، ممكن هي فقط بتحبك فقط عشان المصلحة، او هي مش بتحبك اساسا، هي عايزة منك مصلحة. كذلك بالعكس ممكن هو ما بيحبكيش هو عايز منك مصلحة. ممكن هي بتحبك عشان شكلك، ممكن العكس، ممكن عشان فلوسك، ممكن العكس، فهكذا. لما تبص للناس هي ايه مصلحتهم من معرفتك؟ ايه مصلحة الشركة فيك؟ ايه مصلحة الناس فيك؟ مفيش حد بيتعرف عليك او بيقعد معاك بدون ادنى سبب. مفيش سبب. دائما العلاقات الإنسانية مبنية على المصلحة، مبنية على هات وخد. طالما انت بتقول له هات فقط ومش واخد لبالك هو ليه بيديك كل اللي انت عايزه، فهو اكيد مستني منك مصلحة في المقابل. فعلشان ما تتصدمش في حبيبك او في مديرك او في ايا يكن وتشوف هما ليه بيعملوا كده، من البداية خد لي بالك هما ازاي بصلك، هما ازاي بصلك، ايه موقعك انت من الخريطة. ليه انت باصص دايما لعيلتك من منظور الابن؟ انا شايف ان عيلتي من المفترض تعاملني بالشكل ده، فانا باصص لابويا وامي وعيلتي بالمنظور ده. ليه ما تبصش بمنظور ابوك؟ ابوك شايفك ابن، واذا المفروض يشتم، المفروض يزعق، المفروض يتكلم معاك زي ما هو عايز، لان هو شايف ان الابن من المفترض ان هو يتصرف معاه بالشكل ده. وهنا ممكن تقول طب ما ده غلط، ما هي دي الفكره، هو ما نشأش ببيئه فهمته اللي انت فاهمه. اوكي، هو ده العالم بتاعه حاليا، كذلك ده عالم مديرك حاليا وهو شايفك بالشكل ده. فما تعيشش انت في عالمك الخاص وتتوقع من الناس ان هم هيعاملوك زي ما انت مفترض. الان انا هاجي معاك للسؤال رقم 3، هو انت ليه شايف ان انت اللي صح؟
يعني انت ليه شايف ان في الجدال ما اللي قام من سنتين انت اللي كنت صح مش الطرف التاني؟ ما هو دايما دماغك بيحاول ان هو يحميك، فبيفترض افتراضات انه الشخص التاني اللي غلط وانت اللي صح. مخك حتى هيخلق سيناريوهات عشان يخليك انت اللي صح، مخك شايف ان دي وسيلة دفاع. فما دليلك انه انت فعلا اللي كنت صح؟ يعني مثلا ليه انت شايف ان صاحبك اللي من 7 سنين هو اللي باعك وهو اللي خانك وبدون سبب؟ هو ندل. ببساطة ما فيش حاجة اسمها ندل، هو كان عنده اختيارين دلوقتي، صح؟ هو كان عنده ان هو يتعامل معاك بطريقة كويسة ويكسبك، ولما كان هيكسبك كان هياخد من وراك فوائد كتير. كنت هتكون صاحبه، كنت هتفيده بمعلومات، كنت هتقف جنبه، كنت هتديله فلوس في اوقات معينة. وجودك نفسه ليه فائدة في حياته. ما فيش حد بيحب انه يخسر اي حاجة بدون سبب. انت ما بترميش خشبة في بيتك على اساس ان في وقت ما ممكن تحتاجها. هو ليه هيرميك بدون سبب؟ ففكر فيها، هو خسرك او اختار ان هو يتصرف معاك باسلوب وحش لان هو لقى ان في الاسلوب الوحش ده فائدة لنفسه اكتر من انه يكسبك. فاهمني؟ خسارتك كانت فائدة ليه اكتر من انه يكسبك. هو اكيد لقى حاجة تاني من وراك، لقى شخص تاني ذو فائدة اكتر منك فقرر انه يستبدله بيك، او انت كنت بتحسسه بالنقص فقرر ان هو يكسب شعوره الكويس لنفسه ويخسرك انت. هكذا هو كسب شيء من وراك. فما تبصش للعالم بأساس ان هو فقط ندل، اللي هو ندل. لا، طب ما انت تحط نفسك مكانه وتبص للعالم بمنظوره. هل لو انت كنت مكانه وبشخصيته وبإحساسه الحالي اللي هو كان فيه ممكن كنت تتصرف زيه عادي؟ دلوقتي انا هرجع أسألك تاني، ليه انت شايف ان منظورك دائما انت هو اللي صح؟ ده ببساطة عشان انت شايف العالم كده بمنظورك انت فقط زي ما اتكلمنا. طيب ازاي توسع من كده؟ او نجن او ايه اللي نستنتجه من الكلام اللي احنا قلناه ده؟ ان انت بتزيد ذكاء وبتزيد فهم للعالم كل ما بتبص للعالم بكتير منظورات. يعني كل ما بتكون فاهم الناس بتفكر في ايه مخك هيتسع اكتر وتكون اذكى كل ما تتعرف على ناس اكتر من طبقات مختلفة ومن اماكن مختلفة. كل ما بقى عندك اتساع لاراء الناس، واذا شخص قال رأي عكس رأيك ما بتاخدوش بعدوانية، ما بتهاجمهوش هو نفسه، بل بتهدى وبتحاول تفهم وجهة نظره وبتحاول تناقشه في وجهة نظرك. بتحاول تطلع منه بأفضل فائدة لأن أنت عارف إن هو شايف العالم بمنظور مختلف، وقد يكون هو شايف العالم بمنظور أحسن منك. فليه ما حاولش أخد منه أكبر قدر ممكن من الاستفادة؟ يعني زي ما أنا حكيت في بداية الفيديو، أنت ممكن كان عندك عيلة أحسن، ممكن اتعرفت على أصحاب مثقفين أكتر، ممكن أنت قرأت أكتر، ممكن أنت بتشوف ناس كده فعشان كده عقليتك ناضجة. فممكن هو الشخص ده عقليته ناضجة أكتر منك. فاهم؟ فهمت ازاي؟ انت دلوقتي اللي بقيت تحت، انت اللي بقيت شايف العالم بمنظور متخلف اكتر منه. فليه ما تحاولش تسمع؟ وحتى لو كان العكس، ممكن انت لو ناضج اكتر او نظرتك للعالم احسن، ليه ما تحاولش تاخد وجهة نظره هو، تشوف هو ازاي شايف العالم؟ ممكن هو يغير لك شيء عن نفسك. فمن الاخر اللي انا عايز اوصله لكم، كل ما بتتعرف على ناس اكتر وبتوسع دائرتك الاجتماعية بتزيد فرص ان انت تفهم الحياة. ممكن يكون ردك على كلامي ده بانه انا حاولت قبل كده ان اتعرف على ناس في مدرستي او في جامعتي او في شغلي، ولكن الناس دول كنت احسهم متخلفين، او هم بيتكلموا في اشياء مختلفة عني. هم بيتكلموا فقط عن كرة القدم وسايبين العالم برا يقلب ويضرب. فاهمين؟ انا بتكلم عن اشياء لها علاقة بعلم النفس والفلسفة وكده، بس هم بص لي العالم بسطحية مثلا، او ده ممكن يكون رأيك يعني، ممكن. فده ببساطة لانك انت كلمت الناس الغلط عن الموضوع الغلط. الناس دول هم اكيد عندهم وجهة نظر افضل من وجهة نظرك في حاجة معينة، في نقطة معينة، لكن انت جيت تكلمهم في ازاي اصنع ثراء وهم اساسا من نفس طبقتك الاجتماعية. هم لو كانوا عارفين كانوا راحوا لنفسيهم. رحت تسأل زي ما احنا بنقول عليهم في مصر عرسان الجنة ازاي اصلي صح. فاهم انت ازاي؟ انت بتسأل الناس الغلط عن الموضوع الغلط. هم عارفين ازاي ياخدوا حقهم باسلوب احسن منك. فانت لو سألتهم في الجزئية دي بس انت هتستفاد من وراهم. فببساطة انت لو اتعرفت عليهم فقط عشان الجزئية دي، عشان تاخد من وراهم الفائدة دي، انت هتاخد وجهة نظر مختلفة. لكن عشان يكون عندك وجهة نظر مختلفة عن العالم كامل وتوسع دائرة تفكيرك، مش محتاج تتعرف على ناس كتير من نفس الطبقة ومن نفس نوع التفكير، هم عرسان جنة كتير. لا، محتاج تتعرف على ناس من طبقات مختلفة. يعني مثلا شخص غني، شخص فقير، شخص متوسط، شخص ذكي، شخص بيقرأ كتير ومثقف وبيحب المكتبات وكده. وهتلاحظ ان الشخص ده شايف ان العالم كله من هنا، من القراية ومن الكتب ومن الاشياء اللي اتعلم بيها. وواحد تاني شايف العالم كله بالاشياء اللي هو عاشها بتجاربه. وواحد تالت شايف العالم كله بالدراع. واحد رابع شايف العالم كله بالمشاعر وبالطيبة. واحد
سادس شايف ان العالم كله بالخبث. فاهم انت ازاي؟ كلهم شايفين العالم بشكل مختلف، وهم نجحوا بوجهات نظرهم دول. هم لو فكروا كده وفشلوا ما كانوش كملوا، لكن هم اكيد نجحوا واكيد وصلوا لحاجة بوجهة نظرهم دي، او وجهة نظرهم دي حمتهم من حاجة فكملوا فيها. فانت كل ما بتتعرف على ناس اكتر من طبقات مختلفة ومن اماكن مختلفة، فانت نظرتك للعالم هتختلف. فهمت ليه اللغة الانجليزية مهمة؟ اللغة الانجليزية مهمة لانها هتعرفك على ناس من دول تانية، بحريات تانية، يمكن بديانات تانية، بتفكير تاني، بمنظور مختلف تماما. Don't be lazy in language. The language can create a career. It can help somebody see the way into the future, who they are to who they would like to be. One of the major things to pray for is to be gifted in language. There's an innate vocabulary in all of us that helps us to see, helps us to translate what's going on in the world, what's happening. Mistakes this year than we made last year. That not to continually get better and better at the gift ولو of كان عندك language لين في would be a شخصيتك great وبتستجيب للي هم بيقولوه، هتلاحظ ان انت بقى منظورك للعالم مختلف. ولو بقيت تستقبل كلام من كل الناس اللي حواليك وبتحاول تفهم وجهات نظرهم، لكن وجهات نظرهم اللي ملهاش لازمة، اللي بتضرك، اللي بيهاجموك بيها، انت بترميها في الزبالة، فهيكون عندك راحة نفسية لان انت عارف ان ده مجرد كلام في النهاية. وفي نفس الوقت مخك هيتسع جدا للعالم، هتعرف على ناس من امريكا ومن دول العالم المختلفة، هتتعرف على ناس من طبقات اجتماعية مختلفة. فاحرص على كده. يعني انت لو بتضيع من وقتك ساعتين عشان تتعرف على شخص ما ذو شأن مختلف عنك، في طبقة مختلفة، غني مثلا او فقير اكتر منك، او متوسط، او اذكى كده، اتوقع وجهة نظري بقت واضحة مش محتاج اعيد اكتر. فصدقني الساعتين دول هيفيدوك جدا 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 في حياتك، حرفيا هيغيروا حياتك، مش بس هيفيدوك، هيدخلوك في عادات جديدة وهيبعدوك عن اخطاء هم وقعوا فيها قبل كده. هيوروك ان العالم مختلف عما انت متصور. انت صدقني بص للعالم كده، وانا زيك وكلنا كده. لكن كل ما بنتعرف على ناس اكتر، الدائرة دي بتوسع بتوسع بتوسع، وحتى ممكن تكون في فرصة للثراء او فرصة معينة ممكن قادرة انها تغير حياتك في دكة، وهي موجودة جنبك بس انت مش شايفها لان انت بص للعالم كده. الشخص التاني هيخليك تبص كده وتشوف انه هنا في حاجة انا ما كنتش باصص لها. بس اتوقع وضحت وجهة نظري. معرفش لو انا طولت معاكم في الكلام في نقطة معينة، بس انا بفضفض فاهمني، بحكي كل اللي في دماغي. طبعا مفيش مونتاج زي ما انتم شايفين في الفيديو ده. لو انت وصلت للنقطة دي فالواضح ان انت بتحب برضو انك تستكشف جوانبك النفسية زيي، واكيد عندك رأي اتشكل بعد الفيديو ده، فاكتبوا لي في كومنت. والاكيد الاكيد ان انت مش عندك تعفن دماغي، لان الفيديو ده ما كانش فيه مونتاج وانت شفته للنهاية. شكرا، واعمل لايك واشتراك، بحب افكر الناس في كده. بس باي.